المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بالعناوين. رؤساء الدول يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال. إريتريا تشارك في اجتماع بنك التنمية الإفريقي. الإريتريون في قطر وليبيا يحتفلون بعيد الاستقلال. بيلاروسيا تعلن أن روسيا شرعت في نقل أسلحة نووية إلى أراضيها. زعيما أرمينيا وأذربيجان يعلنان عن تقدم في مباحثات التطبيع بين البلدين. وصفقة تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث رؤساء فنزويلا بيكالوس مادورو وصربيا إلكسندر بوشكين وسويسرا الإمبراطورية ببرقيات تهنئة لشعب حكومة إريتريا بالذكرى 32 لاستقلال البلاد. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والرخاء والازدهار للشعب الإريتري. وأكد الرئيس نيكولاس مادورو والرئيس ألكسندر بوتشيش عن الاستعداد والرغبة لتمتين علاقات بلديهما مع إريتريا على أساس الاحترام المتبادل والتعاون. وقال رئيس سويسرا إن تطوير العلاقات الثنائية يساعد لمواجهة مشتركة للتحديات الأساسية العالمية. شارك وفد وزارة المالية والتنمية الوطنية في الاجتماع الذي ببنك التنمية الأفريقي المنعقد في شرم الشيخ المصرية من 22 وحتى 26 من مايو. والتقى المدير العام للتعاون الدولي في وزارة المالية والتنمية الوطنية السيد سامسون برهاني على هامش الاجتماع برئيس البنك الدكتور أكينويمي أديسينا يوم 26 من مايو. وأوضح رغبة إريتريا للعمل مع بنك التنمية الأفريقي والسير جيد لأنشطة التعاون في مجالات التعليم والزراعة والطاقة ومواجهة العمل المستقبلي. وأضاف الوفد بأن إريتريا تنتظر من رئيس البنك زيارة إريتريا وإجراء الرئيس لقاء توجيهي مع سياس أفورقي. وأعرب الدكتور أديسينا عن تقديره لدعوة إريتريا باعتبارها عضو في بنك التنمية الإفريقي، وأن زيارة نائب رئيس البنك إلى إريتريا ولقائه الرئيس سياس أفورقي وذكر له إعجابه بالزيارة، وأن لديه برنامج لزيارة إريتريا. وقال يمكنهم وضع ميزانية لتنفيذ أنشطة زراعية في إريتريا، وخاصة في توسيع تنمية القمح المتحمل لحرارة وحماية التربة وحفظ المياه والبيئة وكذلك الطاقة وغيرها. احتفل الإريتريون في قطر وليبيا بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في قطر يوم 25 من مايو في حفل نظم في الدوحة بتعاون السفارة والجالية الإريترية بحضور الدبلوماسيين ومئات الإريتريين. وألقى سفير إريتريا السيد علي إبراهيم كلمة في المناسبة أوضح فيها بأن يوم 24 من مايو يوم مجيد في تاريخ الشعب الإريتري، وأن احتفالاتنا بهذا اليوم يهدف إلى تجديد العهد من أجل تنفيذ أمانة الشهداء. وقال إن الحفاظ على الاستقلال الذي تحقق بتضحيات كبيرة وإعلائه بالتنمية من مسؤولية الأجيال، داعيا أولياء الأمور لتنشئة الأبناء بالقيم الوطنية وتعزيز الشباب بمساهماتهم الواعية. من جانبه أوضح رئيس الجالية السيد الرشيد ياسين إن هذا اليوم الذي تحقق بالدماء والعرق هو يوم عزيز ومناسبة لتقييم المسيرة واستشراف المستقبل. وذكر رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد طاهر محمد أري أن الاستقلال الذي هو نتاج الصمود والصفوف المتماسكة يحملنا مسؤولية الالتزام بهذه القيم والعمل معا لبناء البلاد. وأحيت فرقة فنية ذهبت من أسمر عروض فنية في الاحتفال هذا. وقدم في ختام الاحتفال كأس الاستقلال للفريق الفائز في منافسات كرة القدم المنظمة بهذه المناسبة. من ناحية ثانية، دشن سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم في 24 من مايو المركز الثقافي الإريتري في الدوحة. واحتفل الإريتريون في ليبيا يوم 19 من مايو بالذكرى 32 لاستقلال البلاد في حفل نظم في طرابلس.
وأكد المحتفلون على الاستعداد لتنفيذ متطلبات المرحلة. احتفل الإرثيون المقيمون في مدن تورونتو وأوتاوا وفرانكفور وكالغاري وإدمنتون وهاملتون ورجايا ولندن وغالغن لأوتارو الكندية بعيد الاستقلال. واشتملت الاحتفالات برامج تؤكد التعطير وتماسك الصفوف والارتباط بالوطن وتنفيذ أمانة الشهداء، وتضمنت رفع العلام الأريتريا وفعاليات موجهة على الأطفال والشباب وأنشطة فنية وثقافية. ودعا مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في قنصلية إريتريا السيد ستيفانوس نوغوسيا في الحفل المنظم في تورنتو المواطنين لتقوية التنظيم والمشاركة الواعية في القضايا الوطنية. وجرى رفع علم إريتريا في سارية إدارة مدينة تورونتو على شرف ذكرى استقلال إريتريا. وهنأ المحتفلون شعب وحكومة إريتريا وقوات الدفاع الباسلة مؤكدين لتنفيذ كامل مسؤولية المرحلة. وكان الإرثيون في وينيبينغ الكندية قد احتفلوا بعيد الاستقلال سابقا. كرمت مدرسة لاسال الابتدائية والمتوسطة في مدينة كرن الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022، وذلك في مناسبة نظمتها بمناسبة عيد الاستقلال. وقد تم تكريم 28 طالبا وطالبة حاصلين على أكثر من 90 نقطة في الامتحان. وقال مدير المدرسة الأستاذ هبتوم هيلي إن الهدف من التكريم تشجيع الطلاب على المحافظة على التفوق في المرحلة الثانوية. من ناحية ثانية، اختتم مهرجان طلاب مديرية كرن المنظم في جميع مدارس المديرية من 5 مايو. وعكس المهرجان الذي اشتمل على برامج تعليمية وثقافية وفنية مضمون الاستقلال. استشهد في 19 من أبريل الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم المناضل الرائد يوهانس جبرس جابير جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 75 عاما. التحق المناضل الرائد يوهانس بصفوف جبهة التحرير الإريتريا في شهر مارس 1975، وانضم في عام 1981 إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وعمل حتى الاستقلال في مفوضية البناء، وبعد الاستقلال في شركة موسى علي للإنشاءات مسؤولا للمالية حتى استشهاده. المناضل الرائد يوهانس جبرس جابير متزوج وأب ل4 أبناء، وقد ورع جثمانها الثرى يوم 19 من أبريل في الخرطوم. وتعرب شركة موسى علي للإنشاءات عن حزنها لاستشهاد المناضل الرائد يوهانس جبرس جابير، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لنتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، شرعت روسيا في تنفيذ تهديداتها السابقة وبدأت في نقل أسلحة نووية إلى حليفتها بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، حسب ما أكده الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشونكو. لكن لوكاشونكو الذي زار موسكو للمشاركة في قمة إقليمية لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها قد وصلت فعلا إلى بلاده، مضيفا ربما سأعود وأرى، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة. وكان الرئيس الروسي قد أعلن في 25 من مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا. أعلن زعيما أرمينيا وأذربيجان عن إحراز تقدم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين الخصمين مع بدء المحادثات بينهما في موسكو.
والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية بمشاركة روسيا. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اشتباكات حدودية دامية بين البلدين الجارين اللذين يخوضان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ التي توطنها غالبية أرمينيا. وأكد بوتين أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي ما زالت قائمة إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية نزاع قرباغ. أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفيه فاندسكتيال بعد 15 شهرا من احتجازه بتهمة التجسس، وذلك مقابل الدبلوماسي أسد الله أسدي المحكوم بالسجن بتهم مرتبطة بالإرهاب في عملية تبادل توسطت فيها مسقط. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن أوليفيه نقل إلى سلطنة عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين الدبلوماسيين البلجيكيين، وأجرى هناك فحوصا طبية لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة. وفي طهران أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 بالسجن 20 عاما بعد إدانته بمحاولات اغتيال إرهابية على خلفية تهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في العام 2018. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت طوكيو أنها فرضت عقوبات إضافية على روسيا تماشيا مع التزام دول مجموعة السبع خلال قمتها التي عقدت في هيروشيما غرب اليابان نهاية الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية هوريكازو ماتسونو إن اليابان ستفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول 17 مواطنا روسيا و78 منظمة روسية، فضلا عن حظر تصدير سلع وخدمات إلى 80 كيانا روسيا مرتبطا بالمجمع الصناعي العسكري في البلاد، بالإضافة إلى خدمات بناء وهندسة. وتأتي هذه الإجراءات فيما شددت دول أخرى أعضاء في مجموعة السبع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوباتها على روسيا بعد 15 شهرا من بدء الحرب في أوكرانيا. مشاهدينا، نهاية النشر هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال. إريتريا تشارك في اجتماع بنك التنمية الإفريقي. الإريتريون في قطر وليبيا يحتفلون بعيد الاستقلال. بيلاروسيا تعلن أن روسيا شرعت في نقل أسلحة نووية إلى أراضيها. زعيما أرمينيا وأذربيجان يعلنان عن تقدم في مباحثات التطبيع بين البلدين. وصفقة تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.